ادينا اهو انتقلنا لمكان تاني بعد الخوص زي ما شفناه كان بيتفرم هناك كده. اتفضل حضرتك اشرح لهم. بيتنشر وينشف يبقى غزل زي ده كده. زي كده زي كده اهو. ده بيبقى غزل. الغاز اللي هو بيبقى جوه الانتريهات. ده اللي بيبقى الانتري جوه الانتري نفسه. منجد بيستعملوا بدل السفنج الشلت والحاجات دي. بس دي حاجه نضيفه. احنا لما بنفتح الانتريهات عندنا ما بنلاقيش الحاجات النضيفه دي، بنلاقي حاجات تانية جواها يعني. يا عبد الرحمن كده. هو كده بيتعبى المفروض بيتكبس. بيكبسوا بقى كده. ده بيكبسوا كده. ده يا عبد الرحمن. بيبقى زي كده. يتعبى في العربيه ويروح دمياط. يتعبى في الانتريهات. دي اخر مرحله اللي يعتبر اللي هو الكبس والرباط. اخر مرحله دي. المنظر ده بصراحه لازم يطلع معانا. هنتعرف بيك يا حاج. الفار من الاجهزيه. السلام عليكم. تعرف بيك يا حاج. على الفار معاك. اهلا وسهلا بيك منورنا. احنا هنا بنصور برنامج النهارده وحلقه من الريف والارض فبنشرح. لا بصراحه حاجه اخر جمال بصراحه. انا وانا ماشي لفت نظري المنظر ونزلنا ودينا اهو بنصور مع الناس. على فكره يا جدعان الحاجات دي كلها طبيعيه. انهي قناه؟ اوريها معاك الناس معاهم القناه وتتفرج ان شاء الله وتطلع حلقه كويسه. هتطلع في التلفزيون. انت هنا دورك ايه بقى في الارض هنا؟ فلاحين. ماشي يا عم احكي لي. انا عاوزك تحكي لي عن يومك بيبتدي ازاي وبتمشي ازاي اليوم. بنيجي الفجر. نروح بعد العشاء. بس كده. طب يا عم زي الفل على طول. ربنا يديك الصحه ويقويك. ربنا يقويك. ده بتشتغل في ايه طيب؟ شغله بشتغل. بنقطع قصب. بنقطع ذره شامل. تمام. تمام. وبنوكل لا مؤاخذه المواشي. تمام. وبنعزل. لا يا عم ربنا يقويك ويديكوا الصحه. بصراحه منظر جميل جدا وحاجه يعني طبيعه الواحد مفتقدها بمعنى صح في حياته يعني. ربنا يقويكوا ويديكوا الصحه. احنا قلنا نشرح للناس ونشوفكم كده ان شاء الله. عندك جماعه بيقطع قصب روح صورهم هناك اهو. هنشوف. عندك اهو. هنشوف كل حاجه دلوقتي. هنروح لمكان تاني. ادينا شايفين القصب اهو وهو مزروع. ومعانا الحاج هو يشرح لنا. نتعرف بيك الاول. محمود يا عم. ماشي يا حاج محمود. نورتنا يا حاج محمود. الله يخليك. عايزك بقى تشرح للناس القصب وامتى بيتزرع وامتى بيتقلع وامتى. القصب دي بتزرع في شهر كام؟ في شهر 5. تمام. 5 و6 و4. دي مزروعه ايه؟ في شهر 5. شهر 5. بالنسبه بنحرث الارض. بتتحرث الارض زي كده وبتعمل خطوط بالطول. خطوط كده بالطول. ونروح ماسكين مثلا العقل دي زي كده مثلا اهو. تمام. زي كده مثلا. تيجي في هنا خط. بنملى الارض بميه. ونروح ماسكين العقله كده ونروح ماسكينها دفننا في الارض كده. مدفونه في الارض. في قلب الامه. تمام. ويتساب بقى لحد ما المحصول. لا المحصول حلو يعني. ممكن المحصول ده هو بالنسبه لنا القصب دي مزروع لي حوالي كده الوقت مزروع في شهر 6 واحنا في شهر كام؟ 4 شهور تقريبا. 4 اشهر. بيقعد سنه في الارض. ممكن دي القصب دي لو مثلا هيتباع مثلا للمص. بيتقطع في شهر 1. شهر 1. للعصير. العصير بيقعد ليه من شهر 4 لحد شهر 8 و9. تمام. للعصير. ادي القصب. تمام. لا بيقعد سنه في الارض. لا فعلا منظر بصراحه يعني. بيقعد سنه في الارض. سنه في الارض كامله. ويطلع بعد كده جاهز. بيطلع بعد كده بيطلع كم وش 4 توشاش. هي ايه؟ بيقعد 4 توشاش في الارض. تمام. لا بصراحه. وانت يومك بقى الطبيعي عاوزينك تبتدي اليوم كده. بتبتدي اليوم ازاي؟ امتى شغل وامتى؟ احنا بنبتدي اليوم بتاعنا. بنبدا حوالي كده الساعه 5 او 6 الصبح. بنقوم بنقوم من النوم من البيت نيجي نقطع في القصب دي. ما واحد عاوز له مثلا ب 100 جنيه ب 1000 جنيه. ياخدوا حسابيه مع بعض. ربنا يرزقكم يا رب ويبارك لكم في المحصول. بنقعد شغالين بقى طول النهار. واحنا القصب دي بنشتريه. بنشتري مثلا القرف مثلا ايه ب 1000 ب 11 يعني من 1000 ل 1100 ل 1200 في مناطقنا احنا هنا. تمام. لكن غير مناطقنا بيبقى ارخص طبعا. فوق جايب بيبقى ارخص من هنا. نجا حمادي والحاجات بيبقى ارخص من هنا. دي القصب ده بنبيعه عوادي يعني المص. يعني قليل واحده فرط يعني بمعنى صح. مجموعه مع بعض. ايوه. واحد رزمه زي ما بيقولوا بيجمعوا حزمه مثلا. حزمه مع بعضها. حزمه 10 عيدان مثلا بنبيعها بكام؟ ب 10 جنيه من قلب البيت. الزبون بياكل فيها عيش بيرزق منها. ادي بالنسبه
للقطاع للي بيمص بس. لا بصراحه نورتنا يا حاج، وان شاء الله ربنا يوفقكم ويقويكم ويديكم الصحه، يعني مجهود، حاجات بتحتاج مجهود كبير. ماشي، احنا تبع قناه اسمها نور العرب. نور العرب. نور العرب، الكارت مع الجماعه هناك، وقلت لهم الحلقه وهتذاعوا ويتفرجوا عليها. بالنسبه البرسيم على اليوتيوب يعني؟ بالنسبه دي الارض تزرع يا باشمهندس، دي الارض تزرع برسيم على فكره. دي الارض دي اللي هي كده جاهزه للبرسيم. للبرسيم. هتتحوط وهتتملوا ميه. طب ناخد صوره كده، نلف كده نشوف الارض كده. لف الارض، تعالوا كده. مغرب دي الارض تزرع برسيم. دي كده تزرع برسيم. دي هتحوضها حضان كده. الحوض مثلا يجي قراط او قراط ونص، وتتملوا ميه، ومعانا التاو بنروح رشينه. تمام. ربنا بيقعد 40 يوم. 40 يوم. ربنا يقويكم ويديكم الصحه، ونورتنا في البرنامج يا جماعه. وبنسالهم سؤال بطبيعه البرنامج والحلقات بتاعتنا. سؤالنا النهارده هو من اول من اذن في السماء؟ ماشي. عاوزين نعرف مين هو اول من اذن في السماء. اول من اذن في السماء، اللهم صل على سيدنا محمد. مفيش خيارات ولا في؟ هو في خيارات، بس انتوا بصراحه يعني الخيارات اللي معانا هتبقى بلال ولا جبريل ولا صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اول من اذن في السماء سيدنا جبريل. برافو عليك، يا اجابه صحيحه، والف مبروك، وشاكرين على الضيافه الجميله بصراحه اللي احنا شفناها النهارده.